اهلا بكم سنه رابعه ابتدائي. النهارده ان شاء الله نحل النموذج الثاني من كتاب الاضواء صفحه 59. السؤال الاول بيقول لي امامك خريطه لمصر، اكتب مدلول الارقام عليها. 1 عاصمه مصر، 1 اهي القاهرة. برافو. 2 محافظه صحراويه، 2 اهي جنوب سيناء. برافو. جنوب سيناء. 3 اهو بحر المتوسط. البحر ايه؟ متوسط. برافو. طيب 4 الصحراء غربي. الغربية. طيب رقم ب بيقول لي حدد 2 من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظات. يعني المحافظة بتحتفل بالعيد القومي بتعمل ايه؟ اليوم في ده الشوارع بتعمل ايه في الشوارع؟ بنحتفل وبنعمل بنجمل ايه؟ الشوارع الشوارع والميادين. يبقى أول حاجة تجميل الشوارع والميادين. وكمان المحافظ يفتتح المحافظ عدد محلات من المشروعات لخدمة ايه؟ أبناء المحافظة. أبناء ايه؟ المحافظ. بس هو عايز 2. تمام؟ طيب السؤال التاني بيقول لي اكمل العبارات الآتية. مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. برافو يا أحمد. طيب 2 المصادر المعاصرة للأحداث مثل الأفلام التسجيلية، دي مصادر إيه؟ المصادر الأولية. برافو يا منى. طيب 3 طريق رأس الرجاء الصالح كانت تقطعه السفن حول قارة مين؟ قارة ها أفريقيا. برافو أفريقيا. طيب 4 النسر الذي يتوسط علم مصر أخذ عن مين؟ قائد اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه إيه القائد؟ القائد ده اسمه إيه؟ طب أقول اختيارات؟ جوهر الصقلي ولا صلاح الدين؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين إيه؟ الأيوبي. طيب هنا بيقول لي من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة تجميل ايه؟ تجميل الشوارع والميادين. الشوارع وايه؟ والميادين. طيب السؤال الثالث بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1 تستخدم شبكة خطوط الطول ودوائر العرض في تحديد موقع المكان. صح. برافو. 2 يتميز الرأي بالدقة والموضوعية ونادرا ما يكون غير صحيح. غلط. مين اللي بالدقة والموضوعية؟ الحقيقة. تمام. طيب سؤال رقم 3 نهر النيل أضاف أهمية كبرى لموقع مصر. صح ولا غلط؟ صح. 4 الحدود الإدارية تفصل المحافظات المجاورة عن بعضها. صح. 1 بس اللي جاوب. أنا قلت الأول. محمد يونس القاضي لحن النشيد الوطني. غلط. أمال مين اللي لحنه؟ ده سيد الدرويش. سيد درويش. ماشي. أمال مين اللي ألفه؟ محمد يونس القاضي. برافو عليك.